النائب السابق للرئيس السوري. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم الى هذه الحلقه من برنامج في الصميم. ما هي المسؤوليه التي يتحملها ضيفنا عما يوصف بالقمع والفساد من خلال تاريخه السياسي في النظام السوري الذي امتد اكثر من 40 عاما؟ وهل الهدف هو اصلاح النظام ام تغييره؟ واخيرا، هل الاصلاح او الاحتجاج بالاحرى صرعه موسميه كما قال الرئيس الاسد؟ هذا اذا جانب من الاسئله التي نطرحها على ضيفنا عبد الحليم خدام النائب السابق للرئيس السوري. سيد خدام، بدايه وارجو ان تجيب بدقة. لا ريب بأنك استمعت إلى الخبر عن أن الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر مرسوما بتجنيس الأكراد في شمال شرق سوريا. هذا أول الغيث، أليس كذلك؟ هذه المحاولات أو ما يسمى بالإصلاح ليست هي المشكلة. المشكلة هي في تغيير النظام، في طبيعة النظام الفردي الشمولي الذي همش الشعب السوري والذي صادر الحريات. ولكن سيد خدام دعني أن أتوقف معك عند هذه النقطة. في الواقع المحتجون في سوريا هذه مطالبهم، أنت تمثل من إذن عندما تقول تغيير النظام السوري؟ هذا جزء من مطالبهم. مطلبهم، المطلب الأساسي للشعب السوري هو الانتقال من النظام الشمولي إلى نظام ديمقراطي برلماني. هذا هو الأساس في كل تحرك الشعب السوري. وأليس هذا ما يحاول النظام أن يستجيب له من خلال مثلا المطالب الشهيرة جدا، رفع حالة الطوارئ؟ وأنت تعرف بأن هناك مراسيم على ما قيل سوف تصدر في أوائل مايو أيار القادم بالنسبة لرفع حالة الطوارئ والقوانين الأخرى التي تحدث عنها النظام. أليس هذا أيضا مفتاح للحرية والديمقراطية والانفتاح الذي تريده؟ هذا ليس مفتاح، وإنما هو خداع، لأنه سيقر قانون آخر سينقل كثير من ما ورد في قانون الطوارئ إلى قانون مكافحة الإرهاب، وستقوم أجهزة الأمن بتفجيرات في عدد من المدن السورية لاتهام الناس بالإرهاب. طيب سيد خدام في الواقع أنت لا تجد أي نقطة أو نقطة ضوء في هذا النفق الذي من منظورك، أنت تريد في الواقع إسقاط النظام. وما يقال بأن لديك حساباتك في الواقع منذ عام 2000 عندما توفي حافظ الأسد، بأنك تشعر بأنك يجب أن تكون الخليفة الطبيعي لحافظ الأسد، ولكن بشار الأسد سبقك إلى الموقع. أليس هذه مشكلتك؟ ليست هذه مشكلة، صدقني. لم أكن في يوم من الأيام أطمع لأن أكون خليفة حافظ الأسد. أنا خرجت من أجل سوريا، من أجل قناعتي أن هذا النظام لا يمكن إصلاحه، وحاولت كثيرا مع بشار الأسد ونصحته. طيب لكنه استمر في سلوكه. أنت فتحت هذا الموضوع. إذن سيد خدام، في الواقع أنت خدمت مع النظام 40 سنة، حتى قبل بشار الأسد مع والده حافظ الأسد الراحل. على أي حال أنت تقول بأنك حاولت لم يستمع إليك أحد. لماذا بقيت 40 سنة تحاول؟ كان يجب أن تنشق، ليس سنة 2005 كما قبل ذلك. أنا يا أستاذ حسن كنت مسؤولا عن إدارة السياسة الخارجية، ومع ذلك في الشؤون الداخلية محاضر الحزب واجتماعات الحزب ومؤتمرات الحزب موجودة. كنت في كل اجتماع أتحدث عن سوء أوضاع الداخلية، لكن لم أكن صاحب القرار. صاحب القرار طيب. كان الرئيس حافظ الأسد وبعض أعوانه من أجهزة الأمن. طيب دعني أنقل لك ما قاله بشار الأسد في كلمته الأخيرة. في الواقع لا ريب أنك استمعت إليه. هناك من يقول بأن هناك من يشد بشار الأسد إلى الخلف منعا له من الإصلاح، ولكن هو يقول بأنه لا أحد يشده من حوله. الذين كانوا يشدونه وهم قلة كما قال خرجوا، لم يعودوا موجودين، وهذه إشارة إليك الحرس القديم. طيب. أليس كذلك؟ هذا الكلام كلام غير صحيح. ما هو الصحيح؟ لو كان الأمر كذلك لماذا لم يجري إصلاحات بعد خروج هذه القلة؟
لماذا؟ 10 سنوات 11 سنة هذه النقطة. ماذا فعل؟ طيب دعني ما يقوله أنا أنقل لك ما يقوله. هو في الواقع أقر بوجود تباطؤ في عملية الإصلاح. على أي حال، هل تذكر بأنه في المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث عام 2005 في السنة التي أنت أقلت حسب ما يقولون، وأنت تقول بأنك استقلت يعني من النظام في تلك الفترة، كانت حادثة اغتيال الحريري، حادثة اغتيال الحريري وضعت سوريا في موضع اتهام، وأنت تعرف نقلا عن ويكيليكس بأنه حسب السوريين أيضا هناك كانت محاولات لقلب نظام الحكم. ماذا كنت تريد من النظام أن يفعل في ذلك؟ هذا الكلام غير صحيح إطلاقا. أنا استقلت لأني كنت أشعر أن السياسة الداخلية والخارجية للنظام أصبحت تشكل خطر على البلد، وأعلنت ذلك في المؤتمر. يعني أنت لم تكتشف هذا سيد خدام، يعني لم تكتشف هذا إلا بعد 40 سنة بأن سياسة الحكومة السورية والنظام السوري، دعنا نتكلم عن نظام سوري، يعني كانت سيئة، يعني بس اكتشفتها بآخر لحظة فقط؟ يا أستاذ حسن، أنا اكتشفت ذلك قبل ذلك كثير. موضوع السياسة الخارجية حقيقة كان إلى أن وصلنا إلى مرحلة الوقوع في حضن الآخرين. أما في المراحل الأولى كانت السياسة الخارجية سياسة مستقيمة، ودافعنا بكل كفاءة عن مصالح البلد. أما في المواضيع الداخلية كما قلت لك كانت لي مواقف. من هم الآخرون سيد خدام؟ أنت تقول الوقوع في حضن الآخرين، من هم الآخرون هؤلاء؟ آخرون إيران، عندما وضع نفسه في أحضان إيران تغير مجرى السياسة الخارجية. ولكن أنت كنت، وأنا أذكر في مقابلة سابقة قلت بأنك كنت في اللجنة الإيرانية السورية، يعني أنت كنت أيضا من عرابي اللقاء أو التحالف إذا أحببت السوري الإيراني. ألا تنتقده؟ أنا كنت فعلا مسؤولا عن الملف الإيراني، ولكن في تلك المرحلة كانت العلاقة بين إيران وسوريا علاقة تحالف تقوم على المصالح ضد النظام العراقي وفي مواجهة السياسة الأمريكية في المنطقة. أما بعد ذلك فالأمر تغير من مرحلة التحالف إلى مرحلة الالتحاق بالسياسة الإيرانية. في أي سنة تم ذلك يعني على حسب تعريفك؟ تم ذلك في عام 2004. طيب بعد صدور القرار 1959. طيب سيد خدام، قد يقول قائل بأنك تتحدث كما لو كنت موظفا صغيرا في الحكومة، أنت كنت يعني ركنا من الأركان الرئيسية في الحكم، عايشت مثلا يعني حملة النظام على الإخوان المسلمين في حما، أنت لم يسمع لك صوت في تلك المرحلة، يعني لم تنتقد حتى لو كنت وزير خارجية أو كنت لا تعمل في السياسة الداخلية، لماذا؟ أولا كما قلت لك لم أكن مسؤولا عن السياسة الداخلية. الأمر الثاني يعني كونك لم تكن مسؤولا سيد خدام يعني لا تستطيع أن تنتقد مثلا، ما لكش رأي؟ ما كان لك رأي؟ الحديث يتم بالاجتماعات الحزبية. الأمر الآخر أؤكد لك أني أنقذت العشرات من الإعدام لأني كنت أعرف أن الكثيرين كانوا موقوفين ليس بسبب جريمة ارتكبوها، وإنما بسبب عقيدتهم السياسية. طيب سيد خدام، في الواقع بالرغم من أنك قلت بأنك كنت يعني تحاول أن تعمل على التغيير وما إلى ذلك، إلا أن الكثيرين، وقد وردتنا عدة أسئلة من مشاهدين ومستمعين من خلال الإنترنت عندما علموا بهذه المقابلة، يقولون بأنك في الواقع كنت من المستفيدين من النظام. ولدي هنا إن أحببت قائمة يعني توفرت لدينا طويلة بثروتك وثروة عائلتك، ويعني ما يقال أن هذه الثروة تعادل حوالي بليون وكسور إن أحببت من الدولارات، أليس كذلك؟ ليس كذلك. أنا في الواقع أستغرب أن يجري توجه مثل هذا السؤال من هؤلاء. لماذا؟ أنا خارج البلاد ولم أعد في السلطة. إذا كانت هنالك ملفات فساد فلماذا لم يطرحوها؟ لماذا لم يحيلوها على القضاء؟ طيب سيد خدام، أنت تقول لماذا لم يطرحوها، أنت أيضا تتهمهم بالفساد، لماذا لم تطرح ملفاتهم عندما كنت هناك؟ طرحنا عشرات الملفات، طرحنا عشرات ملفات في خلال وجودي في سوريا وبعد خروجي. أريد أن أقول لك بكل وضوح، هل من ضمن، دعني أسأل هذا السؤال وكثيرا ما يتردد سيد خدام، هل من ضمن هذه الملفات أو الملفات حتى أكون دقيقا